السلام عليكم. انا عبد الوهاب من صيدليه الصحه، وجاي اقول لك نصيحه مهمه جدا. حاسس بحرقان في صدرك بعد الاكل، بس كأن في نار طالعه من معدتك؟ ده يا صاحبي حاجه اسمها حموضه، واوعى تسكت عليها. وليه بتحصل بقى؟ في اسباب كتير جدا، زي مثلا تاكل اكل مقلي في الزيت او حراق كتير، او تشرب قهوه او شاي على معده فاضيه. طب نعمل ايه عشان نتجنب الحموضه؟ استنى على الاقل ساعتين، قلل من الحاجات اللي فيها شطة أو توابل كتير، واشرب مية بانتظام، وخلي أكلك خفيف على المعدة. بس لو الحموضة جات لك فجأة ما تقلقش، في صيدليات الصحة عندنا الحل إن شاء الله. جافسكون كيس أو غطا بعد الأكل مباشرة، وهتحس براحة تامة. بيشتغل بسرعة وبيغلف جدار المعدة، وهيريحك من الحرقان تماما. سؤال ليك، بتجيلك الحموضة كتير؟ وعلشان نهتم بيك عاملين خصم 10% على كل أدوية الحموضة لمدة 3 أيام اللي جايين. وكمان بنفكركم إن في توصيل لحد باب البيت فوق أي أوردر ب 100 جنيه مجانا إن شاء الله. ما تسكتش على الحموضة، والحل عندنا وسهل توصل له. شكرا ليكم ودمتم أصحاء.